السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل الدوريات بتخلص، كله بيسلم ورقه الا الايجيبشن ليج هو اللي لسه على موقفه. خلاص الدوري الانجليزي خلص. النهارده بورنموث بيعمل المفاجأة، بيكسب مانشستر سيتي عشان خاطر يخلي الدوري يروح لأرسنال بعد 22 سنة غياب بدون دوري خالص، وتبقى أسوأ ختام لجوارديولا مع فريق في كاريره كله عمره ما مشي وهو مش واخد الدوري. يعني سواء مع برشلونة او مع بايرن ميونخ كان بيبقى واخد الدوري في اخر سيزون ليه، انما المرة دي اخر سيزون للاسف ما تقريبا ما خدش غير كاس الاتحاد، معرفش يكسب الدوري. طبعا مش احسن نهاية، ولكن يفضل جوارديولا هو جوارديولا، مدرب عظيم جدا جدا جدا. هيجي مكانه مين؟ هيجي مكانه ماريسكا. ماريسكا ده اللي كان ماسك تشيلسي وخد بيهم كاس العالم للانديه في 2025، ولكن اداره تشيلسي مشيته، واداره تشيلسي هتعمل معاه مشكله لان هم جالهم معلومه ان هو تعاقد مع مانشستر سيتي من شهرين، يعني اثناء ما هو كان بيدرب تشيلسي. ودي طبعا حاجه بالنسبه لهم ما ينفعش، هيفرضوا عليه غرامات والكلام ده كله. ماريسكا هيبقى عنده مشكله وهنتكلم عليها بعدين، ان هو ما بيعتمدش على المهاجم اللي زي هالاند. هتبقى دي مشكله كبيره جدا. هل هيقدر يوفق اموره مع هالاند ولا هيعمل ايه؟ خلينا نشوف الايام. مش غريب ولا تستغرب ان انت ممكن تلاقي واحد زي بريز يخش يشتري هالاند مع ان عنده مبابي جوه. عادي هيقول لك انا عايز هالاند، ده مش جديد عليه يعني. ده بيتفنن في ان هو يعمل كده. بمناسبة بريز خلاص كل الاقاويل مورينيو في مدريد. مورينيو هيمسك مدريد خلاص مع بداية السيزون، او اعتقد بعد كاس العالم هيتعلن عنه. مورينيو هيجي لازم يبقى معاه صلاحيات، ولازم يكون عارف ان هو هيواجه فكر مختلف، ولازم طبعا مورينيو مدرب كبير، مدرب عبقري، اكيد هيكون عنده تطور او هامش تطور كبير يضيفه لريال مدريد. واكيد هو عارف هو جاي المرحله دي ليه، عشان يعيد تاني الانضباط لاوضه اللبس ويظبط الدنيا دي. خلصنا دوريات، خلصنا الكلام ده، نيجي للايجيبشن ليج حبيبنا. بكره 3 ماتشات نار، بس عايز اتكلم فيهم وافنطهم كده ايه عشان كواحد بيتفرج وبيعقل دماغه. عندنا ماتش الزمالك وسيراميكا. الماتش ده مش هيكون سهل على الزمالك خالص. فرقه سيراميكا فرقه في الطبيعي بتاعها قويه، فرقه اصلا مخرجه من الزمالك من دور ال 16 في كاس مصر. ده بسم الله الرحمن الرحيم. فرقه رخمت على الاهلي في اول ماتش في مجموعه البطل، خليته يخسر نقطتين. النقطتين كانوا كافلين ان هو يخليه النهارده على الاقل بينافس على المركز التاني مرتاح. انما هو فرقه سيراميكا رخمه في المطلق، عادي جدا رخمت على بيراميدز عادي. فرقه سيراميكا فرقه الطبيعي بتاعها رخم. في ناس طلعت بتشتم اداره نادي سيراميكا عشان خاطر قالوا ان هم وافقوا على التذاكر بتاعه ان هم يسيبوا الجمهور يعني يخش الزمالك مكان مدرجاتهم. بعد كده اداره نادي الزمالك طلعت بيان ونفت ان تم ابلاغ الجهات المعنيه. يعني سيراميكا وافق بس ما بلغوش الجهات المعنيه. جماعه ده هيبقى مستوى الدوري بتاعنا، ده هيبقى الليفل بتاع الدوري. طول ما انديه الشركات بتتوغل هيبقى بيزنس از بيزنس. خلينا شفنا البيان بتاع سيراميكا بيقول لك بناء على طلب ممدوح عباس، يعني 2 رجال اعمال بيكلموا بعض. ده هيبقى مستوى الدوري لو فضلت انديه الجماهير تختفي بهذا الشكل. ويمكن عشان دي من ضمن الحاجات اللي كانت مزعله ان نادي زي النادي الاسماعيلي هيهبط خلاص. فلازم ناخد بالنا من الحته دي. السيراميكا مش بالفريق السهل على الزمالك. وانا برضو مش عارف ليه الحسبه اهلي وزمالك، يعني ليه حسبه اهلي وزمالك وسيراميكا؟ لا طب ثانيه واحده بس، تعالى كده. الزمالك خسر والاهلي خسر، بيراميدز المستفيد، او الاهلي تعادل ما عرفش يكسب. بيراميدز المستفيد في عنصر ثالث هيواجه اضعف فرقه في ال7 فرق. سموحه مغلوبه كل الماتشات، لعبت 5 ماتشات اتغلبتهم ما شاء الله، يعني ما زعلتش حد، ده حتى الاهلي كسبها فما زعلتش حد. اهلي بمستوانا بالدنيا اللي ضايعه دي كلها كسبنا سموحه. فانت بالنسبه لك ماتش زي ده بالنسبه لبيراميدز سهل على فكره. الطموح يعني انت الزمالك ممكن هيتعادل بس خد الدوري، بيراميدز برضه يتعادل او يتغلب بس من مين؟ من سموحه، ده فريق مش قوي خالص. طب احنا كاهلي النتائج خدمتك زمالك وبيراميدز، هو ان كنت اشك ان الاتنين يتعثروا. انت مش هتقابل اي حد،
انت هتقابل اكسات الاهلي، عماد النحاس، الساعي، العش، كريم بامبو، كل دول هيجوا يقلبوا مارادونات في الملعب. عماد النحاس بره هيبقى جوارديولا، هيبقى عايز يسيب بصمته. طبيعي المصري هيبقى في كفه، هو اللي هيحدد كفه الدوري تروح فين. ما هو برضه لو الزمالك وقع وبيراميدز وقع وجه المصري وقع الاهلي، خلاص شكرا الدوري عند الزمالك. ما هو مفيش حاجه هتتغير. المصري اصلا هيبقى نازل متحفز. وعشان بس الناس تكون عارفه من بدري، وبقول اهو من دلوقتي، المصري لعب 4 ماتشات تحت قياده عماد النحاس ما خسرش ولا ماتش. تمام. زائد انه ما ثبتش تشكيل، اللهم الا اتنين، المهاجم بتاعهم منذر، ومنذر ده سيبه على اي كره عرضيه مش هيحل. دايما عماد النحاس عنده التركيه بتاعته، الكره العرضيه بتتلعب على القريبه، يا اما اللعيب يطلع يخطفها على الجون على طول، يا اما يلعبها على العارضه البعيده واللاعب يخش يخطفها. هم عندهم، هم اقوياء، هم دايما بيلعبوا على الاجنحه تبقى طايره، كريم بامبو، والجناح التاني يعمل الباك باس ولاعيب يخش يشوط. نقطه الضعف الوحيده اللي ممكن ان انت تستغلها، ده لو حظك ان هو عرفت تستغلها، ان يكون العش هو الباك الشمال تقدر تلعب في ظهر كرات. غير كده الموضوع هيكون صعب ومش سهل. واللعيب التاني اللي بيكون اساسي عندهم باهر المحمدي، حتى حارس المرمى بيغيره، يعني ما بين عصام ثروت والحارس التاني، الاتنين بيبدلهم عادي، ده لعب اتنين وده لعب اتنين. عماد النحاس حتى الان ما ثبتش على تشكيل، فما تجيش تشوف لعيب بكره تقول هو بيلعب بيه ليه، هو ما ثبتش تشكيل. وده يرعبك كاهلي ويخوفنا ان انت مش عارف التشكيل اللي هتلعب قصاده، انت مش ضامن مين دول، ويعني مين اللي هينزل، مين اللي يلعب على نقطه ضعف، ومين اللي هيبقى مساكين، باهر المحمدي وخالد صبحي ولا هيغير فيها، مين الباك اليمين كريم العراقي ولا هيغير فيه. انت مش عارف، حتى ده غنوم بيغيره ما بينزلش بيه اساسي، هو ما بيثبتش تشكيل. فما تتخيلش ان الموضوع هيكون بسهوله كبيره. في النهايه يعني نفسي طبعا الاهلي ياخد الدوري، وتبقى موسم تاريخي حصل. طبعا ده ما يعفيش الاهلي من مشاكله واللخبطه اللي حصلت وغلطات الاداره والمدرب اللي ما يعلم به الا ربنا والكلام ده كله. بس في الاخر اتمنى انها بطوله تضاف للاهلي. في الاول وفي الاخر انت زمالك هيبقى خد الدوري وبيراميدز الكاس والاهلي السوبر، كلها متراضيه، كلها متراضيه، بس انا اتمنى اخد الدوري، ده طبيعي جدا يعني. في النهاية عشان ما اكونش طولت عليكم، كل اللي اقدر اقوله ان انا اتمنى فرقتي بكرة تنزل تهاجم، تعمل اللي عليها، تكسب الماتش ايا كان. لعل وعسى بيراميدز يقع ياخد مركز تاني، الزمالك يتعادل، عند خد الدوري مرة الزمالك خسر، نلعب على الدوري، بيراميدز ممكن يقع. العب حتى لو الامل 1%، اسعى، هات اخرك واثبت اللي عليك، بس مش طالبين منكم اكتر من ان انتوا تكونوا رجاله بكره في الملعب. في نهايه الحلقه، لو الحلقه عجبتك لايك وشير وسبسكرايب.